صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم. معنا الآن عملة مصرية تذكارية، التغذية والصحة. وزي ما احنا شايفين إن الوجه اللي احنا بنسميه في مصر وجه اللي هو الملك، عليه صورة لامرأة فرعونية ترضع طفلها. زي ما احنا شايفين في ملاحظة هنا هو ان المرأة الفرعونية ديت قاعدة على كرسي، لان الاختراع الكراسي دي كان موجود في مصر من ايام الفراعنة. هما اللي اخترعوه، وكانوا لا يجلسون على الارض، وكانوا يجلسون على كراسي. وهتلاقي طبعا لو ربنا سهل ورحت مقبرة توت عنخ آمون والمتحف المصري، هتلاقي هتلاقي فيه سراير فرعونية كتير، وجدت في مقبرة توت عنخ آمون وبعض المقابر الأخرى، إن المصريين كانوا يجلسون على كراسي وينامون على السراير. عشان كده الصورة دي موجودة كده على العملة دي. حبينا نقولها للملاحظة، لأن المصريين القدماء كانوا يعرفون الكراسي ويعرفون السراير ويعرفون استعمال الأدوات كثيرة جدا قبل العالم ما يعرفها. عموما دي ملاحظة، ودي المرأة الفرعونية اللي على وجه العملة، اللي بترضع طفلها. العملة جمهورية مصر العربية، 5 قروش، إصدار عام 1979. زي ما احنا شايفين مكتوبة بالخط الكوفي. احنا نقول دايما ان العملات دي تذكارية، والعملات زي ما احنا شايفين العملات المصرية القديمة كانت جميلة جدا بدرجة رهيبة يعني الصراحة. الإصدارات القديمة دي كانت جميلة حقيقة يعني. والواحد يحب اقتنائها لوضعها معه في سلة العملات التذكارية. بقى حاجة واحدة بس، إن إحنا نقول سعرها بتراوح من 15 ل20 جنيه مصري، حسب الحالة بتاعتها طبعا. لأن العملة دي كانت في وقت من الأوقات متداولة على فكرة. الإسكرية أيوة، لكن كانت في وقت من الأوقات متداولة. كان ممكن تشتري وتقتدي بيها يعني حاجتك. العملات تذكارية، عملات مصرية فضية، كانت جميلة جدا جدا، وإصدارات كانت جميلة جدا جدا، تستحق الاقتناء فعلا. دي طبعا السبيكة بتاعتها من معدن، سبيكة من البرونز والألمونيوم. يعني هتجيب جنبها مغناطيس هتلاقيها مش بتنجذب، هي عبارة عن سبيكة بخليط من البرونز والألمونيوم. نرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.